يا مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللي لازم تتعمل في رمضان، ما ينفعش يفوت رمضان من غير ما نعملها. هنعمل النهاردة الخشاف، هنعمله بطريقة سهلة وطعم لذيذ بعصير قمر الدين. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي يوستينا. تابعوني على قناتي على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك باسم المطبخ خواتي مع تينا، ويلا بينا نبدأ. عندي هنا لفة من قمر الدين، استخدموا نوع يكون كويس، يعني تكونوا ضامنينه. هعمل بيه عصير، هاخد منه كده جزء، مش هاخد اللفة كلها. وهبتدي ان انا اضيف عليه مية، دي مية عادية من الحنفية، علشان القمر الدين يدوب عندي، يكون سهل ان هو يتعمل عصير. لو مستعجلين ممكن ندوبه على النار ونسيبه لما يهدى شوية وبعدين نستخدمه. وهنا عندي البلح ده انا نقعته حوالي 4 ساعات عشان يكون سهل ان انا افصصه واشيل منه النواه، واخليه نصين كده زي ما احنا شايفين. هنا قمر الدين بعد ما اتنقع لمدة ساعتين داب وطري معايا، هاخده وهضربه في الخلاط كويس لغاية ما يكون مفهوش اي تكتلات. وعندي هنا ده مش مجفف، انا قطعته لنصين عشان يشرب من العصير، لو حابين تسيبوه كامل براحتكم. وعندي هنا تين مجفف برضو قطعته ل4 أنصاف. وعندي هنا قراصية، دي شلت منها البذر لأن النوع اللي عندي كان فيه بذر وقطعتها برضو. وعندي هنا جوز هند، وعندي زبيب، وعندي مكسرات حسب الرغبة طبعا، اللي عندكم ضيفوه. طبعا الكميات دي حسب عدد أفراد الأسرة وحسب الكمية اللي انتوا حابين تعملوها. ضفت بقى البلح وعليه المشمش، وهضيف عليه كمان التين. انا مستخدمة حوالي كوباية من كل حاجة، يمكن البلح اكتر شوية. وضفت عليهم القراصية. وده عصير قمر الدين، انا ضربته في الخلاط من غير سكر. لو حابين ان انتوا تضيفوا براحتكم حسب الرغبة، بس انا شايفة ان هو مش محتاج سكر لان كل الحاجات اللي احنا حطيناها مسكرة. ودول حوالي كوبايتين من عصير قمر الدين. تمام، هقلبهم كده كويس مع بعض قبل ما نضيف باقي الحاجات عليهم. هضيف عليهم بقى بعد ما نقلبهم كده، هضيف عليهم شوية من المكسرات، وشوية من جوز الهند، وشوية من الزبيب، عشان اللي ياكل يطلع في المعلقة معاه كل الحاجات دي. مش هزين بيهم بس، يعني هنحط نص الكمية في الخشاف نفسه، والنص التاني هنزين بيه. بعد ما بحط كل الحاجات دي بسيبها لمدة ساعتين في التلاجة أو 3 ساعات، يعني زي ما احنا حابين. ونقدر يعني ان احنا نسيبها في التلاجة، وكل ما قعدت كل ما شربت الحاجات دي من بعضها، وبقت طعمها حلو. كمان لو في حاجة ناشفة فيهم بتكون طريت من العصير. تمام، هقلبها كده وهسيبها في التلاجة شوية. هنا بعد ما مر حوالي ساعتين ابتدي بقى ان انا ازينها. هضيف عليها شوية كده من الزبيب وشوية من المكسرات. انا عندي هنا لوز وكاجو، ممكن نضيف سوداني عادي، او ممكن نضيف عين جمل براحتنا. وبس كده الطبق بقى جاهز عندي، ممكن نغرفه بقى في اطباق صغيرة كده لكل ضيف على قده. وبس كده وصفة سهلة وسريعة. لو عجبتكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لها لايك وشير، واشوفكم على خير في وصفة جديدة، ومستنية ارائكم وكومنتاتكم.